ايه هو الحدث العالمي اللي هيكون يوم 2 مايو وهيشارك فيه معظم واقوى ابطال الوزن الخفيف؟ ايه اخر التصريحات الجديده على الساحه؟ وهل اوزيك مستعد انه يعمل ماتش جديد في الفتره اللي جايه؟ هل هيقدر يحافظ على التايتل بتاعه؟ كل ده هنعرفه في حلقه جديده من حلقتنا الملاكمه في اسبوع. يلا بينا نبدا حلقتنا. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. يوم 2 مايو اللي جاي هيتنظم حدث تاريخي في عالم الملاكمة بعنوان فاتال فيوري سيتي اوف ذا وولفز، ومش هيكون في أي مكان، ده هيكون في ساحة تايمز سكوير في نيويورك. وخلي بالكم ده أول حدث من نوعه بينظم في الموقع المشهور ده. وخلونا نقول إن الحدث ده عبارة عن نتيجة أو ثمرة تعاون مشترك ما بين شركة SNK لألعاب القتال فاتال فيوري ومجلة ذا رينج. طب الهدف إيه من التعاون ده؟ الهدف هو حلو جدا، هو دمج عالم الملاكمة مع فكرة الألعاب الإلكترونية أو الثقافة بتاعت الألعاب الإلكترونية. طيب يلا بينا نخش بعد كده على فكرة الماتشات اللي بتميز الحدث ده. أول ماتش قوي عندنا هو ما بين رايان جارسيا ضد رولاندو روميرو، والماتش ده هيكون على لقب ال WBA Regular Welterweight. واللقاء ده عودة لرايان جارسيا، فمهم جدا انه يرجع يثبت نفسه تاني قدام الجمهور، وده بعد حادثة المنشطات اللي مر بيها وتوقف لمدة سنة. تاني ماتش عندنا هيكون ما بين ديفين هاني وخوسيه راميريز، وفي وزن السوبر لايت ويت. هاني برضو قدام تحدي قوي، عاوز يثبت نفسه تاني بعد خسارته الغير موقعة او غير مسجلة ضد رايان جارسيا في ماتشهم اللي فات، فمحتاج ان هو يظهر بقوة مرة تانية على الساحة علشان الماتشين دول اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هيكسب منهم. يعني رايان لو كسب وديفين هاني كسب هيبقى في فرصة انهم يعملوا ماتش تاني ما بينهم. تالت ماتش عندنا وهو قوي جدا برضه، وهو عودة للبطل اللي كان اعلن اعتزاله من فترة وراجع مرة تانية، وهو تيوفيمو لوبيز اللي غلب لوماتشينكو. المرة دي راجع عشان يلاعب أرنولد باربوزا، والماتش اللي هيجمعهم ده هيكون على لقب ال WBO لوزن السوبر لايت ويت. بالنسبة للناس اللي هتبدأ تفكر تقول لك يا عم ده غلب لوماتشينكو، هقول لك ماشي، بس باربوزا اللي هيلاعبه ده ما خسرش ولا ماتش لغاية دلوقتي. الماتشات الثلاثة جامدين جدا. لو جينا بقى دلوقتي واتكلمنا على الحدث نفسه، فالحدث مجاني للجمهور، يعني أي حد ممكن إن هو يحضره. الناس اللي في أمريكا ما تفوتوش عليكم الموضوع ده. متوقع حضور اليوم ده أكتر من 500,000 شخص، وده اللي بيخليه حدث كبير من أكبر الأحداث في تاريخ الملاكمة. فلو كنت من محب الملاكمة أو الألعاب القتالية أو حتى بتحب البلاي ستيشن فما تفوتش الحدث ده، لأن الحدث ده بيجمع ما بين الإثارة الرياضية وكمان التجربة الترفيهية في قلب نيويورك. صرح المستشار تركي آل الشيخ إنه عاوز يعمل ريماتش ما بين كونر بين وكريس يوبانك في أواخر سبتمبر اللي جاي في توتنهام، وقال لو كان البطلين جاهزين في الفترة دي مفيش إصابات فاحنا اتفقنا على جميع الشروط مسبقا ومضينا كمان العقود، فكل حاجة تعتبر جاهزة لفكرة الريماتش. انتوا بقى قولوا لي تفتكروا مين اللي يكسب في الريماتش بعد الماتش اللي فات واللي شفتوه ما بين الطرفين؟ واخر اخبارنا عن البطل اوزيك او اوزيك الاثنين صح، انه هيعمل ماتش Undisputed مع ديبوا يوم 19/7 القادم. بلاش نكتر عليكم اكتر من كده في الاخبار. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم ونشوفكم في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي من الملاكمه في اسبوع. كان معكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي. تشاو.